الجسم بيفرز هرمونات بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز، والهرمونات دي بتكون عبارة عن مواد كيميائية بتساعد في تنسيق وظائف مختلفة في الجسم، وده بيكون عن طريق نقل الرسائل من الدم للأعضاء والجلد والعضلات والأنسجة في الجسم. ولما يحصل خلل في الهرمونات بيأثر على الذاكرة. ويلا نعرف مع بعض أهم 3 هرمونات موجودة في الجسم بتساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. هرمون الغدة الدرقية. ويلا نعرف معلومة سريعة عن الغدة الدرقية. دي بتكون شبه الفراشة وموجودة في الجهة الأمامية من الرقبة، وبتتحكم في ضغط الدم ومعدل نبضات القلب ودرجة حرارة الجسم والوزن. والغدة الدرقية بتفرز هرمونات بتساعد على تنظيم الهضم ونبضات القلب ووظائف العضلات وتحسين عمل المخ. ولما يحصل مشكلة في إفراز هرمونات الغدة الدرقية بيأثر على المخ والجسم ويسبب مشاكل كتير زي الإرهاق وعدم التركيز والاكتئاب والنسيان وصعوبة التفكير وضعف الإدراك، وده بيأثر على الذاكرة والتركيز. وأسباب كسل الغدة الدرقية هي الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، وبيكون فيها الجسم بيهاجم الغدة الدرقية. وفي أسباب تانية زي نقص عنصر اليود في الوجبات، أو الإصابة بأمراض الغدة النخامية، أو بيكون مشكلة وقت الولادة، أو آثار جانبية لبعض الأدوية. وعشان نحافظ على كفاءة هرمونات الغدة الدرقية أنصحكم بالاهتمام بالمأكولات البحرية المليانة بعنصر اليود زي سمك الحوت والتونة المعلبة والمحار، واستعمال الملح الغني بعنصر اليود. وكمان عايزة أقول لكم إن عنصر اليود موجود في البيض والفراخ وكبدة البقر ومنتجات الألبان زي اللبن والزبادي والجبنة. وبكده يعتبر هرمون الغدة الدرقية بيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز بإذن الله. هرمون الكورتيزول، وده هرمون مرتبط بالتوتر والاستجابة للكر والفر، وده بيكون رد فعل طبيعي لما يحصل موقف فيه تهديد أو خطر. والهرمون ده بتفرزه الغدة الكظرية اللي موجودة فوق الكلية، ولما بيزيد إفراز هرمون الكورتيزول بيسبب مشاكل في المخ والجسم وبيأثر على الذاكرة والتركيز وبيضعف وظائف المخ. وعشان نحافظ على نسبة هرمون الكورتيزول في الجسم أنصحكم بالنوم مدة كافية بالليل، عشان توقيت وطول ونوعية النوم بيأثر على هرمون الكورتيزول. وعشان أوضح لكم بأسلوب بسيط، الناس اللي بتنام بالنهار بيكون عندها هرمون الكورتيزول عالي، وكمان قلة ساعات النوم بيخلي هرمون الكورتيزول عالي، وتغيير مواعيد النوم بيأثر على المخ والجسم ويسبب ارتفاع نسبة هرمون الكورتيزول. وأنصحكم تاني حاجة بالاهتمام بالرياضة واليوجا عشان ليه دور كبير في تقليل نسبة هرمون الكورتيزول. وأنصحكم بالتفكير الإيجابي عشان الأفكار اللي بتسبب التوتر دي إشارة عشان الجسم يفرز هرمون الكورتيزول. وأنصحكم بالاهتمام بالتنفس العميق عشان تقليل التوتر، والاهتمام بأكل وجبات صحية ومتوازنة عشان التغذية بتأثر على مستويات الكورتيزول في الجسم. وأنصحكم بالبعد عن السكر والكافيين عشان بيحفزوا إفراز الكورتيزول. وأنصحكم بالاهتمام بشرب الشاي الأخضر والأسود، والاهتمام بأكل الفواكه زي التوت الأزرق والفراولة والأفوكاتو والبرتقان والجريب فروت، والاهتمام بأكل الحبوب الكاملة زي الشوفان والكينوا والرز البني، والاهتمام بأكل الخضروات الورقية الطازة وأكل المكسرات زي اللوز والجوز والفستق، وأكل البذور زي بذور الشيا، وشرب الأعشاب زي البابونج واللافندر، وأكل الشوكولاتة الدارك. وبكده يبقى احنا عرفنا معلومات عن هرمون الكورتيزول وإنه ليه دور في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز بإذن الله. هرمون الدوبامين، وده ليه دور كبير في القدرة على التفكير والتخطيط وبيساعد على التركيز. ويعتبر الدوبامين مرتبط بمشاعر المتعة والذاكرة ومستوى التعلم والأنظمة الحركية بالجسم، وعشان كده هرمون الدوبامين مشهور باسم هرمون الشعور بالصحة. ويعتبر الدوبامين ناقل عصبي وهرمون وليه وظائف مهمة في الجسم، ولما يكون نسبة الدوبامين طبيعي في الجسم فنلاقي شعور بالسعادة والقدرة على التركيز. ولما بيقل نسبة الدوبامين في الجسم بيسبب فقدان الذاكرة وضعف التركيز والإرهاق ومشاكل في النوم. ولو نسبة الدوبامين زادت في الجسم بيسبب نشاط كبير وصعوبة في النوم وقلة التحكم في الانفعالات والعدوانية. وعشان نحافظ على نسبة الدوبامين في الجسم أنصحكم بالاهتمام بالوجبات اللي فيها عنصر المغنيسيوم زي الفراخ والبسلة والطماطم ومكسرات اللوز، وكمان موجود في الشاي الأخضر والكركم وبذور السمسم وبذور اليقطين.
والاهتمام بالفواكه زي التفاح والأفوكاتو والموز والبنجر والبرتقان والبطيخ، والاهتمام بالخضروات الورقية الطازة. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض أهمية هرمون الدوبامين، وإنه بيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز بإذن الله. وانصحكم بالاهتمام بالأنشطة اللي بتزود الشعور بالسعادة زي الضحك وسماع الموسيقى، والاهتمام بالرياضة واليوجا والتأمل والمشي في الطبيعة، ونقرأ كتاب مفيد والتفكير الإيجابي في الأهداف، وعمل جلسات تدليك للجسم عشان بيزود الشعور بالاسترخاء. وكمان استعمال المية الدافية في الشاور بيساعد على الشعور بالاسترخاء. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض 3 هرمونات بتساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز بإذن الله. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع أصحابكم عشان يستفادوا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. ولو في أي حد عنده سؤال يسيبه تحت في التعليقات وهجاوب عليه.